نيبال وجمال نيبال. نفسكم تروحوا الهيمالايا، نفسكم تروحوا قمة ايفرست، موضوع بسيط جدا. نيبال فيزا عند الوصول للمصريين. دي جبال الهيمالايا قدامكم، قمم طبعا كلنا عارفين جبال الهيمالايا. اول ما نوصل المطار موضوع بسيط جدا، هننزل ناخد الاتوبيس اللي قدامكم ده بكل بساطه. نوصل نيبال لازم يكون معانا تطعيم الكورونا او يكون معانا PCR تيست، وندخل نيبال بالطريقه دي. نيبال تاني فيزا عند الوصول لكل دول العالم، فيزا 15 يوم 30 يوم 90 يوم، كل فيزا وليها شروطها. دي الشروط اللي قدامكم ممكن تعملوها قبل ما تروحوا المطار. ندخل على موقع اللي انتم شايفينه قدامكم nepalport.immigration.gov.mp، او ممكن ندخل نسكان الباركود اللي قدامكم ده ونسجل ب $30 $50 $125 على حسب المده اللي انتوا عايزين تقعدوها في نيبال. الدفع بكل بساطه ممكن ندفع بالفيزا كارد. هيقول لك لا مفيش، هيقول لك طب الاي تي ام اهي اسحب منها، غالبا ما فيهاش فلوس عشان عايزك تدفع كاش. هتسجل هنا البيانات بتاعتك بتاعت الباسبور كلها، هتاخد الورقه تروح تدفع في المكان اللي قدامك ده، وقول له انا عايز ادفع بالكارت، معيش غير الكارت بتاع البنك، معيش غير فيزا كارد، وهتدفع بكل بساطه. بس خد بالكم لازم يكون فيها فلوس. بعد كده ندخل على الباسبورت كنترول وبس كده وناخد الفيزا. اول ما نخرج بره خالص هتلاقوا انسل سنتر، ده بيبيع السيم كارد بكل بساطه. جنبه شركات سياحه، جنبه اي تي ام، كل حاجه سهله. تسحب فلوس من اي تي ام، تخرج، كل حاجه ممكن تحجزه برضو من الشركات دي. التاكسي تقريبا في حدود 500 روبيه، محدش يدفع اكتر من 500.